أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الجبل، وكان يدعى جبل الكعبة، أن خلف هذا الجبل جيش مصبحكم، يعني في هذا الوقت، أو ممسيكم، يجيكم في المساء، أكنتم مصدقي؟ شوف المقدمة: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما علمنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. يا سلام، حكموا له بالصدق، وأبو لهب يسمع، وجميع قريش تسمع. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تسود العرب والعجم. كلمة واحدة. فلما قال هذا لم يتكلم أحد إلا أبو لهب، ملقوف بمعنى الكلمة، إلا أبو لهب. قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وصفق بيده. تعرف اللي خاصم صفق بيده. تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم مع الناس كلها، فكيف بعمه؟ ممكن يرد عليه؟ طبعا لا، لكن الله يدافع عن الذين آمنوا على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، فدافع الله عنه، ونزل جبريل بالرد على أبي لهب. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب، اللي صفق به. وتبت يداه بمعنى كل ما عمل، لأن ينظر المرء ما قدمت يداه، اليدين نسبة للعمل. وتب كله من رأسه لرجوله، تبت يداه. وتب كله، هو كله تب، تب بمعنى خسر. وتب من معجزات اللغة العربية، لأنها الكلمة اللي تحمل كلمتين، إذا قلبتها جابت لك معنى، وإذا تركتها جابت معنى. تب وبت، إذا قريتها بالتب قلبتها جعلت عالية سافلة يصير إيش؟ بت، قطع. وإذا قريت تب خسر، فكل معانيها انقطاع وخسران وهلاك والعياذ بالله. إذا قريتها من وراء ولا قريتها من قدام. تبت يدا أبي لهب وتب. انتهى الموضوع. هذا كلام من؟ كلام الله. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نزلت السورة فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، فتناقلتها قريش. وقريش من بين العرب اللي إذا جاء الهجاء تناقلوه، كما يتناقلون المديح. والشعر يحيي ويميت فيه. الشعر يرفع قوم ويضع آخرين. وهذه بداية الوحي، وظنوا أن محمدا شاعرا، وأن هذه السورة مقطوعة شعرية. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. كانوا شعر، راوي واحد، كانها بيتين من الشعر، إلا أن الأخير الراوي تغير. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال مسد ولا قال مسب، وإلا صار كله بائي. فقالت قريش هذا الشعر، ووصل الخبر لأبي لهب. وأبي لهب حتى زوجته أم جميل أروى بنت حرب أخت أبو سفيان بن حرب
وصلها الخبر. والمشكلة الركبان، الناس اللي جاية إلى مكة حافظوها وسارت بين الركبان. طيب أبو لهب ماذا كان يفعل حتى وصل كل هذا الدرجة؟ أبو لهب هذا إذا عرفنا شخصيته لا نستغرب هذا السب الذي في هذه السورة. فمن هو أبو لهب؟ أبو لهب هو عبد العزى ابن عبد المنطلب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم 10، وهم أبناء شيبة بن عبد المنطلب. شيبة بن عبد المنطلب، شيبة بن هاشم اللي هو عبد المنطلب نفسه، شيبة بن هاشم هو نفسه عبد المنطلب. شيبة هو صاحب بئر زمزم، ولما كان ذات يوم نايم عند الكعبة رأى رؤيا منامية، غرابا أدهم ينقر في الأرض قرب الكعبة، فاستيقظ، والغراب هذا يتكلم معه في الرؤيا يقول له: يا عبد المنطلب احفر زمزم فإنك لا تندم وهنا زمزم، وينقر. استيقظ عبد المنطلب فرأى الغراب نفسه في الواقع ينقر في نفس المكان، فقام فحفر فوصل إلى بئر زمزم بعد ما كانت بئر زمزم انتهت، لم يعد يعرف مكانها. فلما وجد الغزال الذهبي الذي كان قد رمي فيها وعرفت قريش أن هذا هو بئر زمزم خاصموه، قالوا: والله لن تأخذ هذا الشرف وحدك، نحن معك. قال: والله ما يشاركني أحد، هذا شيء خصني الله به أنا وأولادي. قالوا: لا، حتى نتحاكم معك إلى الكاهنة الفلانية. ويذهبون للكاهنة وفي الطريق ينفد ما معهم من ماء، حتى أن كل واحد يحفر قبره بنفسه، إلا عبد المنطلب لم يحفر قبر لنفسه. فلما بدأوا يحفرون قبورهم أخذ عبد المنطلب قريبا من جمله فحرك رجله في الأرض فتفجر الماء. قال: تعالوا فاشربوا. فجاءوا فشربوا وقالوا: والله لا ننازعك في بئر زمزم بعد اليوم، فالذي سقانا بك هنا هو الذي أراك زمزم هناك. فعندها نذر عبد المنطلب نذرا وقال: لله علي نذر، إن بلغت أولادي 10 لأنحرن واحد منهم قرب لله. وشيبة إذ بئر زمزم حفر همت بمنعه قريش فنذر، إن جاءه من البنين 10 يحمونه من البغاة الفجرة لينحرن واحدا تقربا به إلى الله، فلما رام نحره أبى. قصة ذبيح عبد الله بن عبد المنطلب طبعا اكتمل العدد 10، ونسي عبد المنطلب ما نذر حتى كبر عبد الله وبلغ من العمر 10 سنوات، تذكر النذر. قال: أنا لله علي نذر وعندي 10 ولا بد أن أضرب القرعة بينهم، شوف من نذبح، الكبير ولا الصغير ولا الوسط. فسقطت القرعة على عبد الله فأخذه ليذبحه في المكان الذي أراد فيه إبراهيم عليه السلام أن يذبح إسماعيل. فقريش مسكت عبد المنطلب وقالت: والله لا نتركك تذبح ولدك، لأنك أنت سيدنا، ولو ذبحت ولدك لكانت سنة في قريش، كلما بلغ أطفال أو أولاد الواحد منا 10 ذبح واحد. قال: فما العمل؟ قالوا: نذهب للكاهنة، نفس الكاهنة التي ذهبوا إليها أول رجعوا عنها، المرة هذه وصلوا إليها. قالت لهم: اضربوا السهم بين عبد الله و10 من الإبل، بين عبد الله و20 حتى يسقط السهم على الإبل، فإذا سقط فذلك فداؤه. رجعوا وكان عبد المنطلب صاحب إبل، في زمن أبرهة عنده 200 من الإبل، وكيف اليوم؟ يعني عفوا أبرهة كان بعد ذلك، لأن أبرهة كان بعد زواج عبد الله، فهذا في الوقت ذاك حول 200 من الإبل. الشاهد أو 200 من الإبل كانت بعد هذا الحدث. 100 من الإبل وصلت وذبحت في الحرم، وكلها من إبل عبد المنطلب، ثم نجت أولاده 10. أولاده 10 أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد والده وهو عبد الله. هؤلاء 10 مات منهم 6 قبل الإسلام، مات منهم 6 قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
والده عبد الله، وخمسة آخرون ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين أدركوا البعثة وأدركوا الرسالة من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم 4. العباس بن عبد المطلب أسلم متى؟ عام فتح مكة، وقيل كان يخفي إسلامه. حمزة بن عبد المطلب أول من أسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب كافل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم. وأبو لهب عدو الله ورسوله. إذن هؤلاء الأعمام 4 انقسموا إلى كم قسم؟ إلى 3 أقسام. قسم أسلموا 2، العباس وحمزة. وقسم لم يسلم وإن كانت أعماله وأفعاله مناصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. 1 من هو؟ أبو طالب. القسم الثالث مناهض معارض ضد النبي صلى الله عليه وسلم بما تعنيه الكلمة. كان أبو لهب يكبر العباس ويكبر حمزة، كان أكبر منهم، وكان أيضا يكبر لكن أصغر من أبي طالب. كان أبو طالب ثم أبو لهب. أبو طالب كان أبو لهب هو الأكبر، أبو طالب كان أصغر من أبي لهب. أبو طالب هذا شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو العم الشقيق. العباس غير شقيق وحمزة غير شقيق، لكن حمزة كان في سن النبي صلى الله عليه وسلم، هو آخر أولاد عبد المطلب، أصغر أولاد عبد المطلب كان